السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت بهاد الوصفه جديده ان شاء الله اليوم، كيكات الكوكيز بكريمه الشوكولا. هانتوما معايا ان شاء الله تشوفوا مقادير وطريقه التحضير. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هنا غادي نبداو ان شاء الله الطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنا عندي 2 معالق كبار ديال الزبده معمرين مزيان، عندي السكر حبيبات سنيده، عندي 3 المعالق كبار. هانتوما المعلقه الثالثه غادي نزيد نعمرها، وعندي هنايا واحد القبصه ديال الملح، وعندي واحد الفاني على هذا الشكل. صافي غادي نبداو نخلطوا الزبده مع السنيده حتى ينسجموا العناصر كاملين. صافي تنبداو نخلطوا مزيان حتى تخلط لنا الزبده على هذا الشكل. هنايا عندي 5 ديال المعالق ديال الزيت، 1 2 3 4 وها ال5. انا عبرت لكم بالمعلقه الكبيره باش تجي سهله حتى في زعما في الخدمه وفي هذا، بلا ما بغيتش ندير نص كاس ربع كاس، اللهم نعبر بالمعلقه باش تجي القضيه سهله. المهم تنستمروا هكا. هانتوما عندي واحد 2 بيضات حتى هما غادي نزيدهم على هذا الشكل وغادي نخلطو مزيان. هانتوما كما شفتوا راني كنخلطها بداك سباتولا، ما قصتش كاع دابا العجينه بيديا كتجي ساهله. هنايا عندي معلقه ديال النشا كبيره، وهذه معلقه ديال نسكافيه قهوه سريعه الذوبان، وواحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو معمره مزيان. صافي غادي نغربل كل شيء باش ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات على هذا الشكل، وغادي نبداو نخلطوا كل شيء. هنايا غادي نبداو نزيدوا الدقيق شويه بشويه. انا عبرت بالكاس، انا عندي الكاس الاول على هذا الشكل غربلته، وغادي نبداو نخلطوا شويه هكا تندخلوا الدقيق كامل اللي فيه. المهم نتوما معايا تشوفوا شحال ديال الدقيق دخلات ليا. صافي غادي نبداو نخلطوا مزيان ونزيدوا الكاس الثاني على هذا الشكل ونخلطوه بسباتولا دائما حتى تبدا تجمع ليا العجينه. عاد ديك الساعه غادي نخدم يدي باش نعرف القوام بيدي شحال خصني. هانتوما زدت واحد نص كاس ديال الطحين، ولكن ما درتوش كامل، درت غير الربع ديالو. صافي غادي نبدا نخدم على هذا الشكل. هنا يا خوتي راني كنت ما درتش الخماره، ولكن غادي نزيدها في الاخر، كنت غنديرها مع الطحين وسهيت عليها. صافي المهم الدقيق انا كما قلت غير 4 كاس، هذاك دابا دخلات ليا 2 كيسان وربع. صافي على هذا الشكل. هانتوما شحال بقى لي ديال الدقيق؟ بقى لي 4 كاس. انا جبت الخماره دابا ديالي وغنزيدها حتى هي، ماشي مشكل واخا حتى الاخر، المهم ما نساواش في خطره. صافي هنايا العجينه بعد ما تجمعات ليا كتجي خفيفه شويه، ماشي قاصحه. كنقسمها ماشي على النص، واحد كبير وواحد صغير، حيت هذا الكبير هو راه غادي يجي من تحت، هو الاول زعما تحتاني. جبت هاد ورق الزبده وغلفتو بهذا البلاستيك الغذائي على العجينه خلاص باش ما تلصقناش في الدلاك وتساعدنا في الطليق. صافي تنمشيو على هذا الشكل هكا. غنديرها على شكل دائري قد المول اللي عندي. المول على فكره المهم انا درت له بابي كويسون، ولكن اللي ما عندوش يدير غير يدهني الزبيده ويرش الطحين. صافي وغادي هانتوما راني درتها على درت على هذا الشكل. تنهزها ونقلبها بسهوله بداك الكاغيط يسهل علينا المأموريه زعما على هذا الشكل غير بشويه. وكنحيد الكاغيط وتتبقى طالعه العجينه من الحواف شويه. هانتوما على هذا الشكل راني تنبدا ندور في المول وتنقاد
هانتوما راني صايبتها في جنيبه عليتها شي شويه باش الكريمه اللي غادي تجي فوقها غادي تجي في وسط منها. المهم هنايا بيبيت شوكولا درتهم هكا على الوجه ديالها وتنبرك شويه باش تيلصقوا معانا. ما بغيتش نديرها في العجينه باش ما تلصقناش في المول، تجي فوق العجينه حسن. صافي هنايا انتقلت للكريمه، خليته على زعما حدايا، والكريمه فيها 2 كيسان ديال الحليب معمرين ديال كاس العنبه. وهنايا عندي كريمه هذا نشا، عندي 2 معالق كبار معمرين مزيان، و3 المعالق ديال السكر. انا درت 3 المعالق كبار، اللي بغى ينقص الحلاوه ينقصها. المهم انا درت 3 المعالق جات هي هذيك. صافي غادي نزيدو 1 الساشيه ديال الكاكاو وغنحركو كلشي بارد في بارد خلاص حتى تطلق معنا داك النشا وهذا. ومن بعد غادي نديوها فوق البوطه وما غاديش نحبسو من التحراك. ها نتوما تتشوفوا حتى تعقد معنا، ما غاديش نحبس من التحراك وهي فوق البوطه. صافي هانتوما على هذا الشكل. هانت من بعد ما هنايا عندي 10 ديال القطع ديال الشوكولات محدا سخونه غادي نخويها فيها وغادي نبدا نحرك مزيان تيذوبوا. هاد الشوكولات تيغنيها تيجيبها بنينه بالداخل ديك الكريمه. صافي غنجيبوا المول ديالنا ديال العجينه، خويت فيها ديك الكريمه وغادي نسرحها مزيان على هذا الشكل هذا. والحواف في جنب كما قلنا راه باقيين مهزوزين شويه. غادي نجيب داك العجينه اللي بقات ليا الصغيره، غادي نبدا نطلقها هكا بالدلاك فوق داك الورق، وحنا تنورقوا وانا تنعبر على حسب الدوره ديال المول اللي عندي. صافي حتى تنجيبوها نيشان مع ديك المول على هذا الشكل هذا. هانتوما كنقادت لها الجنيبات ديالها. صافي غادي نقلبها بالخف تجي ساهله، ما تخافوش منها غير زعمو. صافي وكنقادها على هذا الشكل. تنحيد الورق الزبده بشويه بسهوله تيتحيد. صافي ودوك الحواف اللي قلنا في الجناب تنجيب ديك سباتولا وتنبدا نردهم على الجنيبات. صافي تتلصقوها مع العجينه اللي حطينا من الفوق. يجربوها ما تندموش عليها، تجي خطيره صراحه وبنينه. بنياتي تيحماقوا عليها. هانتوما انا تنقرب زعما الكاميرا باش تشوفوا الحواف انني لصقتهم مع ديك العجينه اللي الفوق على هذا الشكل. صافي ودوك لي بيبيت شوكولا اللي بقاو ليا غادي نرشهم هكا من الفوق كلهم. شحال ما درتو خلاص الشوكولاط راه تيجي زوين الا كثرتو ولا ماشي مشكل. صافي على هاد في هاد الاثناء انا راني شعلت الفران وخليته تيسخن واحد شويه. صافي غادي نشعل من الفوق ومن التحت. هانتوما من بعد ما طابت وبردات بالحق درتها في الثلاجه باش ديك الكريمه اللي داخل تتشد راسها، عاد نقطعوها ما نقطعوهاش وهي سخونه على هذا الشكل. تتجي كوكيز صراحه بنينه مقرمشه، ما نعاود لكم الصراحه زوينه. ونتمنى لكم تجربوها وما تنساونيش ان شاء الله من اللايكات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.